بيبدأ فيلمنا براجل مسن اسمه ميلتون وعنده حوالي 80 سنة، عايش لوحده بعد وفاة مراته، وابنه بيكون سايب له البيت وما عندوش غير بنت واحدة متجوزة وعايشة بعيد عنه، وبتيجي كل يوم تشوف طلباته وبتساعده في كل حاجة تقريبا. وبنعرف ان ميلتون كل اسبوع بيروح اجتماع المجلس المحلي، وكل مرة بيطلب منهم انهم يعملوا طريق قدام بيته، بس دايما طلبه بيترفض. وفي يوم جات له بنته البيت وادته مصروف الشهر، وكمان قالت له ان هو يروح يكشف عند دكتور نفسي لانه بينسى الحاجات بالتدريج. وبعد جدال ما بينه وما بين بنته بترتب له البيت وبتعمل له الاكل وبتمشي من هناك. وفي نفس الليلة وميلتون نايم بيسمع أصوات عالية جاية من الحديقة الخلفية، ولما بيروح يشوف في إيه بيتصدم من اللي هو شايفه وحاسس إن هو لسه بيحلم. شاف إن في سفينة فضائية وقعت هناك وانفجرت ودمرت المكان، فبسرعة بيقرر يتصل على النجدة ويطلب منهم المساعدة، وقال لهم على كل حاجة شايفها وطلب منهم إنهم يجوا حالا، بس قفلوا السكة في وشه وكانوا فاكرين إنه هو بيهزر. وتاني يوم الصبح ميلتون راح اجتماع المجلس وكالعادة طلب منهم إنهم يعملوا له الطريق قدام بيته، وزي كل مرة بيتجاهلوا طلبه. وبالليل وهو في بيته بدأ يسمع أصوات تاني من ورا البيت وراح يشوف فيه إيه، بس المرة دي شاف كائن فضائي لونه أبيض وكان نايم على الأرض. وأول ما شافه راح يتصل ببنته، بس خاف إنها تقول عليه مجنون فتراجع وما اتصلش بيها. وتاني يوم بيروح اجتماع المجلس زي كل مرة، وبيكون قدامه في الدور جارته الكاتبة، فبتقول لرئيس المدينة إنها ألفت كتاب عن طريقة التعامل مع الناس الكبيرة في السن، وبتطلب منهم إنهم ينشروا الكتاب ده في كل المدينة. فطبعا بيوافق على طلبها وبيكونوا مبسوطين بيه جدا. وبعدين بيجي الدور على ميلتون، بس المرة دي ما تكلمش عن الطريق اللي عايز يعمله قدام البيت، لكنه اشتكى إن في كائن فضائي وقع في حديقة بيته الخلفية، وسفينة فضائية ضخمة انفجرت هناك واللي دمرت له الجنينة، وطلب من المجلس إنه يصلح الخسائر. وطبعا محدش صدقه، فبيتعصب ميلتون وبيمشي. وهو ماشي في طريقه للبيت جارته الكاتبة وجارته تانية مغنية جم يتكلموا معاه، وزعقت المغنية لميلتون وبتقول له ما تقولش حاجات تافهة زي دي في الاجتماع تاني، وإلا محدش هيصدق كلام الناس الكبيرة بعد كده. وبيكمل الطريق مع جارته الكاتبة، ولما بيرجع البيت بيروح للجنينة اللي ورا البيت لأنه كان فاكر إن الكائن مات، لكنه بيلاقيه لسه عايش، بس حالته بتكون وحشة جدا وكان متمدد على الأرض ومجروح. فميلتون حس بالحزن عليه، فبيجيب له بطانية وبيغطيه بيها لأنه كان بيترعش. وتاني يوم الصبح ميلتون شاف إن الكائن الفضائي لسه قاعد بره البيت، فميلتون بيشاور له إنه يدخل جوه البيت، وفعلا دخل وجاب له أصناف كتير من الأكل لأن كان شكله جعان. بس من كل الأكل اللي قدمه له ميلتون ما أكلش إلا شريحة تفاح، وده اللي خلى ميلتون يحس إنه أكيد بيحب التفاح، فراح المحل واشترى تفاح كتير. فبيقول للكاشير انت عارف انا بشتري التفاح ده لكائن فضائي عايش عندي في البيت. ولما الكاشير بيسمع الكلام ده بيستغرب من كلامه. وبعد ما ميلتون بيرجع البيت بدأ يتفرج على الأخبار في التلفزيون، وبيقولوا في التلفزيون انهم شافوا سفينة فضائية نزلت على الأرض. في الوقت ده ميلتون كان بيقرأ الجريدة وما اهتمش بالخبر خالص، وبنشوف ان الفضائي حالته اتحسنت عن الأول. ولما شافوا ميلتون فرح جدا واخده في جولة في البيت كله، وبدأ يحكي له عن عيلته وقال له ان مراته ماتت وبعدها ابنه ساب له البيت ومشي، واللي دلوقتي عايش في كاليفورنيا. وتاني يوم لما بنت ميلتون راحت المحل تشتري حاجات، الكاشير قال لها ان ابوكي كان بيتكلم عن الفضائي وقال ان هو بيشتري التفاح للفضائيين اللي عايشين معاه. وطبعا بعد ما سمعت كده راحت لبيت ابوها وقالت له تاني انه لازم يروح يكشف عند الدكتور النفسي. بس المرة دي ميلتون هودها في الكلام وقال لها ايوه طبعا هروح. وطبعا عمل كده علشان بنته ما تحسش بوجود الكائن الفضائي في البيت، وفعلا مشيت على طول. وبعدين ميلتون استقبل مكالمة من الجارة الكاتبة اللي قالت له انها عايزة تستخدم الطبيعة بتاعته، وقال لها تمام اتفضلي في اي وقت. وبعد شوية الكاتبة جت البيت، وفعلا أول ما دخلت الأوضة شافت الفضائي قاعد قدامها واتصدمت جدا. وأخدها ميلتون لبره البيت ووراها المركبة الفضائية. وفي الوقت ده عرفت الكاتبة إن ميلتون فعلا ما كانش بيكذب، فالكاتبة بتعجب جدا بالفضائي وبتحس إنه هو كائن بريء، فبتقول لميلتون إنهم لازم يخبوه بأي طريقة لأن الحكومة لو شافته هيودوه لمركز الأبحاث.
الناس، وبعدين هيعملوا عليه تجارب سيئة ممكن تموته. فميلتون بيوافق على رأيها. وفي نفس الوقت صاحبة الكاتبة اللي هي المغنية شافت عربية الكاتبة واقفة قدام بيت ميلتون، فاستغربت إن العربية واقفة هناك. وفي نفس الوقت الحكومة بتحاول إنها تلاقي المركبة الفضائية دي. وعدى كام يوم والفضائي كان عايش مرتاح مع ميلتون. وفي يوم ميلتون لاحظ إن الفضائي راسم رسومات لقطط على ورق كتير، وكان راسم 7 قطط على كل صفحة. فميلتون فكر إن الفضائي رسم ده علشانه. وبعد شوية ميلتون بيشوف الفضائي وهو بيحاول يصلح مركبته علشان يقدر يرجع بيها لكوكبه. وتاني يوم ميلتون بيروح مع بنته للدكتورة النفسية، وهناك الدكتورة عملت له اختبار ذكاء وسألته أسئلة كتير، بس هو كان بيتعمد إنه يجاوب غلط على كل الأسئلة علشان بنته تتأكد إنه هو مجنون وبيخرف. وبنرجع للدكتورة اللي شخصت مرض ميلتون إنه هو النسيان والزهايمر، ولو استمر على كده مش هيفتكر حاجة خالص. والحل إنهم يجيبوا ممرض يساعده في البيت وياخد باله منه، يا إما يروح لدار مسنين علشان ياخدوا بالهم منه كويس. ولما سمع ميلتون الكلام ده حس بالحزن على نفسه، وعلشان كده ما تكلمش كتير وزعق لبنته ومشي من هناك. وبيرجع البيت والكاتبة بتسأله عن حالته، بس لأن موده كان وحش جدا طلع لأوضته من غير ما يجاوب عليها. وكان ميلتون متضايق وحزين وزعلان إن بنته بتعامله كده. وبعد شوية ميلتون بدأ يتكلم مع الفضائي وقال له إنه هو مش شايف نفسه أب كويس، لأن ولاده مش عاوزين يكونوا جنبه ولا عاوزين يتواصلوا معاه. والفضائي كان بيسمعه بكل تركيز. وبالليل ميلتون بيتصل بابنه علشان يصلح علاقته بيه تاني، وكمان حكاله عن نفسه وازاي عايش، بس ابنه مردش عليه المرة دي وقفل السكة في وشه. وتاني يوم الكاتبة جابت تيشيرت هدية للكائن الفضائي وسمته جولز. وبنشوف المغنية كانت بتتفرج في بيتها على الأخبار، واللي كانوا بيقولوا إن اللي هيقول عن طريق المركبة الفضائية هياخد جايزة كبيرة جدا. وفكرت بسرعة إنها عايزة تاخد الجايزة دي. راحت عند بيت ميلتون واتسحبت ولقت الفضائي قاعد مع ميلتون، ولما شافتها الكاتبة دخلتها البيت. وبعد كده ميلتون بيوريها جولز والرسومات بتاعته، فبتستغرب المغنية جدا من الرسومات، وقالت له من خلال الرسومات دي هو عاوز يقول حاجة. وتاني يوم المغنية هي كمان جابت لجولز تيشيرت هدية وبدأت تتكلم معاه لأنها كمان حبته. بعدها الكاتبة بتستقبل مكالمة من شاب، واللي كان عاوز يقابلها بعد ما شاف بوسترات للكتاب بتاعها، فبتعجب جدا بكلامه ودعته للبيت بتاعها. وفعلا الشاب بيجيلها وبتبدأ تحكي له عن نفسها وعن الكتاب، بس في وسط الكلام بيقول لها انه هو عاوز يروح الحمام، فبتقول له اتفضل. ولما بتحس ان الشاب اتأخر جدا في الحمام بتقوم الكاتبة تشوفه وبتلاقيه بيسرقها، فبتخاف جدا وجريت بسرعة علشان تنادي على الشرطة، بس الشاب ده مسكها وبدأ يضربها. وبنشوف ان الفضائي جولز مع انه كان في بيت ميلتون بس حس بكل حاجة وعرف ان الولد بيضرب الكاتبة، فبدأ يساعد الكاتبة عن بعد ووصل عقله بعقل الشاب. وبعدين بقوته خلى دماغه تنفجر فورا زي القنبلة وبيموت. وبعد شوية الشرطة بتيجي هناك وما كانوش فاهمين الولد ده مات ازاي، مع ان الكاتبة قالت لهم على كل حاجة حصلت، بس الشرطة كانت محتارة جدا وما كانوش فاهمين ازاي ده حصل. علشان كده القضية دي راحت على FBI، ومن الوقت ده FBI بدأوا يراقبوا الكاتبة. بنرجع للكاتبة وهي في طريقها لبيت ميلتون وبتفهم ان مفيش حد ساعدها غير جولز، وانه عمل ده بقوته الخارقة، وعلشان كده راحت لبيت ميلتون فورا وراحت على طول لجولز وهي بتعيط وحضنته وشكرته انه انقذ حياتها. وتاني يوم وهم بياكلوا بدأوا يشموا حاجة نتنة، ولما راحوا يشوفوا فيه ايه اكتشفوا ان جولز جاب معاه قطة ميتة، ومن هنا خمنوا انه محتاج 7 قطط لسبب معين. علشان كده جولز رسم لهم ال7 قطط على الورقة وجاب القطة الميتة، يعني دلوقتي هو محتاج 6 قطط كمان. ولأن بنت ميلتون شغالة في مستشفى حيوانات فميلتون بيتصل بيها وبيسألها فين بتدفن القطط الميتة، ولما سمعت كده اتفاجئت جدا من كلامه وخافت قوي فمرضتش تقوله على حاجة. فبدأ ميلتون والكاتبة ينزلوا الشارع ويدوروا على القطط، وفي الطريق ميلتون والكاتبة كانوا بيتكلموا مع بعض وبيلمحوا جثة قطة ميتة على جنب وما انتبهوش للطريق، فبالغلط بيخبطوا قطة تانية بالعربية
وبسرعة بينزلوا من العربية وشالوا جثة القطتين وأخدوهم معاهم. في الوقت ده عملاء ال FBI كانوا مراقبين الكاتبة وشافوها وهي بتشيل القطط الميتة واتصدموا جدا، ودلوقتي بقى معاهم 3 قطط ومحتاجين 4. فالمغنية وعدت إنها تجيب ال4 قطط التانيين، وبعدين راحت مكان تاني في المدينة ولقت 3 قطط، يعني دلوقتي محتاجين قطة واحدة. وبدأوا ال3 يفكروا ازاي يجيبوا القطة الناقصة. فميلتون قال للمغنية إنها عندها قطة تعبانة، فطلب منها إنها تجيب القطة دي. لكن لما بتسمع المغنية كلامه بتزعل جدا وبتمشي وبتعيط في العربية. الكاتبة راحت في العربية وقعدت معاها علشان ما تعيطش. ولما جابوا القطة هناك بدأ جولز يتفرج عليها بتركيز، وبمنتهى الهدوء خلى القطة تنام من غير ما تتألم خالص. ودلوقتي هو معاه ال7 قطط اللي كان محتاجهم، فبيحط عليهم قماشة فضية، وفجأة بيتحولوا ال7 قطط لكبسولة حمراء. والكبسولة دي جولز بيستخدمها كوقود لمركبته الفضائية. وأول ما حط الكبسولة دي في المركبة بدأت تمشي، بس قبل ما يدخل جوه المركبة قال لميلتون بلغة الإشارة إنه يجي معاه لأنه عايش لوحده. فميلتون كان مستعد إن هو يروح معاه، بس فجأة بتتصل بنته بيه وبتعتذر له عن تصرفاتها معاه، وبتقول له إنها محظوظة إن عندها أب زيه، وقالت له إنها عاوزة ترجع العلاقات ما بينهم حلوة زي زمان ويعيشوا طبيعيين كأي أب وبنته. وبعد ما اعتذرت له عن كل حاجة ميلتون عينيه دمعت وتأثر قوي. ودلوقتي ال FBI عرفوا بالموضوع، علشان كده جم على طول لبيت ميلتون يقبضوا عليه. فبسرعة بيركبوا مركبة جولز الفضائية قبل ما الشرطة تمسكهم، وطاروا من هناك والسفينة بتخرجهم بره المدينة بتاعتهم. بعدها بينزلوا هما ال3 وجولز كان واقف قدامهم. والأول مرة جولز بدأ يتكلم معاهم بطريقة جميلة جدا. فميلتون بدأ يشكره على الفترة القصيرة اللي قضاها معاه، وبيشكره إن هو دخل حياته وغيرها تماما. وميلتون بيحضن جولز وبيقول له شكرا جدا إنك عزمتني أروح معاك لبيتك، بس للأسف ما أقدرش أسيب بيتي لأن دلوقتي أولادي كويسين معايا. فجولز بيودعه وركب المركبة بتاعته وبعدها بيطير من هناك. بنشوف ال3 وهم قاعدين مع بعض وبيتكلموا عن جولز، وبيسألوا نفسهم يا ترى هنقدر ننساه، لأنهم كانوا حبوه جدا ولأنه كان هو السبب إنه يجمعهم ويقوي صداقتهم مع بعض ويخليهم يملوا حياة بعض. وبرغم إنهم عايشين لوحدهم وإنهم كبار في السن ما بقوش يحسوا بالوحدة من بعد ما عرفوه، وأغلب الوقت كانوا بيخرجوا مع بعض ويكملوا حياتهم في سعادة. والحد هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ياريت تعمل لنا لايك وسبسكرايب، وأهم حاجة تفعل جرس التنبيهات علشان توصل لك باقي ملخصاتنا. أشوفكم في ملخص جديد، مع السلامة.